شجره زي دي كده زي ما حضرتك شايف كده مش عادي. عشان ابدا اشتغل فيها لازم اعدلها كده واشوف اتجاهها سليم وامسكها بايد وارص بايد، ولازم اجي على عصيها. يعني ايه اجي عصيها؟ يعني اردها رد كويس قوي عشان تبدا ايه لما اجي ارد ما اردش العود اللي نام ده كده، ارده على اول الايه الاستقامه بتاعته. اي نواعم زي كده في القلب تتشال. هنا مثلا اروح جاي على البرج ده وده، اروح جاي عندي 1 2 3 عامل تزاحم اشيل ده خالص، وده اروح جايبه على العصير. ده نفس الكلام على اول الاستقامه بتاعته. كده انا عدلت العود بتاعي. كل اللي هحتاجه بقى في سنده ان انا هجيب شكاره نطرات يعني، واملاها رمله من تحت رجل حضرتك كده وتروح حاطه هنا وخلاص. تمام. العود ده يصلب على كده، يصلب على كده، لكن لو سبته اي نمو فيها هياخده تاني. ده حقيقي. تمام. يبقى مش هينفع طب لو جيت على عود سليم زي كده تمام، ده خلاص انا بشايل السنه الجايه ان شاء الله. لو انا عندي اول برج متقزم واللي فوقيه متقزم، يعني الاثنين متقزمين، بقص على برجين. تمام ماشي. واخد من نص العقده، يعني على الاقل لازم يكون عندي ورقتين او ثلاثه ان شاء الله. طيب انا عندي هنا الخشب انا شايفه ممتد اهو. تمام. لازم المه، انا اول برج وثاني برج واروح رادد كده ما شاء الله. ده على بعد شهر ونص بالظبط هيبقى تخانته عاليه جدا. هيبقى عندي تخانه وعندي 4 اماكن مكانه. ليه؟ انا عايز ادي مراحل دي وللشجره اللي بعديه. تمام. كذلك الامر اهو هاجي برضو هنا عشان برضو في تقزم هنا. تقريبا الابراج كلها متقزمه اهي، فانا باخد على برجين. لكن لو البرج عندي مستطيل طويل يعني في استطاله يبقى هكتفي ببرج واحد. طبعا الشجرتين راكبين على بعض، فلازم بقى واخد بالي من الحاجات دي. النواعم كلها برضو تتشال زي ده. نواعم زي كده، ده برضو في القلب ملوش اي داعي. هنا مثلا اهو ده برضو اشيله واخد السليم بتاعتي. تمام. ده كده الشجره في الاتجاه ده. اي كعوب زي كده شيلها معايا. تمام. انا شايف الطراح ده. تمام. انا شايف ان هو كده هربي خشب على الفاضي، علشان اقول ايه ده لما انا اقصه هيديني 3 4 تبراج لكل نمو من دول. اصبح عندي هنا حوالي 12 13 برج او اكتر. تمام. هياخدوا الايه وهيكسروه فهرده. تمام. اهو من تحت العقده. تمام. ده على ما يدي بقى ال 12 15 تخانته تبقى تستحمل ان شاء الله. هيدي التخانه اللي تشيل محصول معاه ان شاء الله. ويبقى ده شكل الشجره في ال3 اتجاهات. انا كده ربيت الترنكات الرئيسيه. هذا ترنك 2 3 دول اللي يهموني دلوقتي. تمام. ويهمني ان هم يكونوا على استطاله او على طول مناسب لحجم الشجره. يعني انا ما اسرحش بخشب، لان انا ما بربيش خشب، انا راجل بربي شجره تنتج. فلو ربيت خشب الغذاء كله هيخش في الخشب ومش هيديني نموات بالقوه او ثمره بالجوده اللي انا عايزها.